مبيعات التابعين لأحد المؤسسات بيع الكتب بيقول إن هو كان شاطر في مجاله وكان خبير في مجاله كمان. كان بيعرف معلومات عن العملاء وكان يدرسها قوي، بيشوف هما بيحبوا ايه، طبيعة عملهم عاملة ازاي، هواياتهم ايه، عشان لما يجي يبيع لهم الكتب يبقى محنك في بيع الكتاب ويجيب مبيعات اكتر. فضل على هذا الحال لمدة كبيرة من الزمن، لحد ما في مرة من المرات ابتدت المبيعات تقل، وابتدى رصيده يقل، وابتدت فلوسه تقل، فابتدى يضاعف مجهوده ويبذل مجهود اكبر ولكن بلا فائدة. فضل على هذا الحال لدرجة انه ابتدى ان هو ييأس، وابتدى ان هو يخاف يقابل العملاء، وابتدت فلوسه تقل. وطبعا زوجته وعياله ابتدوا ان هم يقولوا له احنا محتاجين مصاريف، وابتدى يتداين وحياته بقت تعيسة. في يوم من الليالي راح الفندق اللي هو قاعد فيه، طبعا ما كانش معاه فلوس حتى ياكل، ما معهوش غير كوباية لبن. أصابه الإحباط واليأس أكتر وفكر في إن هو ينتحر. ولكن خطرت في باله فكرة، قال أنا ليه ما أقومش أدعي ربنا وأصلي وأشتكي له بكل اللي بيحصل لي. وفعلا عمل زي كده، وبعد ما دعا ربنا وحكاله حس بالارتياح ونام مستقر وهانئ البال. تاني يوم صحي بنشاط شديد وقام يقابل العملاء ويكلمهم بكل ثقة ويقول لهم أنا فلان الفلاني وبعمل كذا كذا كذا. وفي نفس اليوم ده ابتدت أرباحه تزيد، ورجع أكل أحلى أكلة، وابتدى إن هو يستمر على هذا الحال، وابتدى إن هو يحوش ويبعت لعياله، وابتدى إن هو يكسب. فدلوقتي انت وقت ما بتلجأ لربنا بالدعاء، وقت ما تصيبك أزمة وتستمر على الدعاء والصلاة، ربنا هيعينك. لأن احنا في الحياة دي ما نقدرش ان احنا نعيش بدون ما نستعين بربنا. ربنا يوفق الجميع. عجبك الفيديو دوس لايك واعمل لنا شير واكتب لنا كومنت وفولو. صباح الفل.